ونفسيا وعلميا وكل حاجه. خطأ خطير جدا رمضان صبحي يا ولد يا لعيب. تريكا الجديد اهو، هو ده تريكا الجديد. رمضان صبحي يا رمضان يا رمضان والله بعوده يا رمضان. هدف جميل جدا. اذا كرة ايد ورجل. حارس المرمى البرازيلي بيقول لك لا ده مش فريق عربي ابدا، مش ممكن. الاهلي متعه. بص شوف رمضان بدون تعليق صعبة جدا على الحراس. يا سلام عليك يا رمضان، حاططها ايام تعليم مانويل جوزيه مع رمضان صبحي. هدف جميل جدا. ولد يلعب درجة اولى دلوقتي ويلعب كمان منتخب مصر. اثارة كبيرة، اداء كبير وروعة كبيرة للنادي الاهلي 4 صدق او لا تصدق في مرمى البوتافوجو. ممتاز يا رمضان، حتى وشه بشوش يا اخي، حتى وشه نبيل بيمرر لرؤوف. يا ولد يا سلام على التسديده، حلوه. رمضان صبحي بيحط تسديده برازيليه ارضيه قويه ساحقه ماحقه لا ترد ولا تصد. رمضان صبحي بيضع الهدف الثالث للنادي الاهلي. بص شوف القرار، بص شوف التسديده الارضيه الزاحفه قويه جدا على يمين مصطفى كمال علشان يتقدم النادي الاهلي 3-0. يا دوب من ثواني قليله بقول لحضراتكم ان شباب النادي الاهلي هم ونزول رمضان صبحي. ارتد عبد الله السعيد وتريزيجيه في وسط الملعب. مرة تانية تريزيجيه، عبد الله السعيد لتريزيجيه، فاتح له هاني، ياخد محمد هاني ويلعب عرضية حلوة ولكن بترتد مرة تانية خطيرة. وادي الكرة جول. الموهوب رمضان صبحي ابو العالمين حمودة. رمضان الموهوب ابو العالمين حمودة بيضع هدف التعادل بعد نزوله بدقيقتين علشان تصبح النتيجة 1 النادي المصري 1 النادي الاهلي. بص شوف الضغط بيعمل ايه، وبص شوف لمسة الموهوب رمضان صبحي ابو العالمين حمودة، واحد من موهوبي كرة القدم الجديدة، بيضع هدف التعادل للنادي الاهلي علشان تعود المباراة من جديد ويعود التعادل الإيجابي في الدقيقة 80 بهدف لكل فريق. 1-1 ورمضان صبحي بيضع تاني أهدافه مع النادي الأهلي هذا الموسم، وهدف غالي لجماهير النادي الأهلي في هذا اللقاء بعد ما خد الإذن من جريدو بدقيقتين بعد ما نزل بديلا لمحمد رزق زي ما يقول وزي ما يكون مخرج المباراة متابعني وسامعني وهو في الجونة. ادي اللقطة وادي البصمة وادي اللمسة الجول للنادي الاهلي من اللاعب صاحب ال17 عام الموهوب رمضان صبحي ابو العالمين حمودة. 1-1. فروقات فنيه. صحيح الاهلي مستحوذ للشوط الثاني لكن استحواذ عشوائي وعفياجي. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. اوه جول. رمضان صبحي هو العفياجي. يا رمضان صبحي هو الراجل العفياجي اللي نفع لحظة العافية. رمضان صبحي في الدقيقة الرابعة وقت بدل ضائع يحط الهدف الأول للنادي الأهلي. يا عالكورة نشوفها مرة تانية وعلى صوت جماهير النادي الأهلي. رمضان صبحي وبكل عافية وبكل قوة يحرز هدف المباراة الوحيد حتى الآن. في الدقيقة اهو تتلعب وتنزل وهنا يخش. هو العافية. هنا النادي الأهلي ما عندوش عافية قدام، ما عندوش عافية مع عماد متعب، ما عندوش عافية مع بيتر، ما عندوش عافية مع صلاح الدين. عاوز لعيب عنده عافية. فمين اللي عنده العافية والقوة؟ هو الولد ده.
هو الولد ده. لو ما كانش الولد ده هنا هو، ادي صابر رحيل وادي العارضه وادي العافيه. بصوا القوه، مش عيب تكون عافياجي، القوه. النادي الاهلي يحاولوا ان هم يروحوا، انما المره دي من العمق موجوده الهجمه في منتهى الخطوره. رمضان جول 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 رمضان صبحي. قلت الضغط هيولد اخطاء، قلت في جوان هنا او هنا. رمضان صبحي الجول الاول للنادي الاهلي مع الدقيقه 77 في معادله دفاعيه معقده تماما ما حلهاش غير اللعيبه اصحاب المهارات اصحاب العبقريه الخاصه. وادي رمضان صبحي 1-0 لعيبه النادي الاهلي. يمكن رمضان عاوز الراجل يعمل حاجه بيهدوا اللعيبه كده، انما نزل وهو اللي غير. وادي الحكايه من اولها. مؤمن زكريا عملها لعبد الله السعيد بلمسه حلوه قدام المنطقه. يا ولد يا ولد يا متعب، بص شوف متعب ريحها ازاي، يا دوبك نكشها كده. بص من الاول اهو، ادي اللعبه وادي متعب وادي رمضان وحطها بوش رجله. قال لك دي ما ترجعش يا جدعان. 1 للنادي الاهلي عن طريق رمضان صبحي عشان يفضل الموقف مشتعل. الاهلي بيقرب عن تشكيلة النادي الأهلي طوال هذا الموسم. يا سلام على الانطلاقة، 2-1. عمرو جمال، عمرو جمال، يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن يا سلام. ولسه مرة ثانية جول 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 جول. رمضان شهر كريم ولاعب عظيم، شهر كريم ولاعب عظيم. رمضان صبحي في الدقيقة 68 بيضع الهدف الثالث. الجملة حلوة والكورة من الأول جون، ولكن تألق وإبداع والفولو. بص شوف عمرو جمال بيعمل ايه والتألق من بيتر أودور، ولكن رمضان صبحي رمضان كريم رمضان كريم بيضع الهدف الثالث في أحداث هذا اللقاء علشان يضع الثلاثية. جديد من اللي خدوا الفرصة نقول إن هم كسبوه النهارده. أدي سيد وهدف الثاني. بقول لحضراتكم ادي رمضان. انا قلت لكم ايه؟ رمضان ده لما يخش سنتر فيرود ابرق من 100 واحد، ما صدقتونيش. ولد سنتر فيرود هديه يحطوه على الطرف الشمال ليه؟ في الوقت القاتل رمضان افندي ده، رمضان صبحي اهو بيحط هدف تاريخي بالنسبه له، زي زميله بامبو لما حط في المقاولين هدف تاريخي. الراجل ده حتته دي حتته. بصوا حضراتكم ادي حسين السيد، دي حته الراجل ده. بصوا دي حتته، مش حد تاني خالص، لا عبد الظاهر ولا حد تاني. انت تحطه على الجنب الشمال ليه؟ قتله ليه؟ يبقى النادي الاهلي في الوقت القاتل ينقذه رأس رمضان صبحي عشان درس للسيد عيد انه يكش ملك ويلعب دفاع، ومش عارف انه برضو روايح النادي الاهلي مع الاشبال ديت لا زالت موجوده، ورمضان يحط هدف تاريخي زي ما بامبو حط هدف تاريخي في رمضان صبحي خلص الزعيم الله 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 خلصها الزعيم. الاهلي الى دور المجموعات، بطل افريقيا، بطل القرن في القارة السمراء، سيد افريقيا يسود الامور ويجعل الامور في النصاب الذي اعتادت، يصنع الفرحة الكبيرة لجماهيره هنا في القاهرة. يا الله الاهلي كبير.